السلام عليكم ومرحبا بكم في فيديو جديد. نتمنى الفيديو تاع اليوم يلقاكم كامل بخير بصحة جيدة ان شاء الله. الوصفة تاع اليوم، هذه الوصفة الرائعة البنينة وشكلها تحفة، الحلوة اللي لازم تزينوا بها طاولة العيد بإذن الله. ونتمنى تجربوا هذه الوصفة الرائعة لأنها صراحة بنة لا توصف. بلا ما نطول عليكم نبدأ الوصفة ونقولوا بسم الله. الوصفة واش فيها؟ عندي 250 غرام مارغرين بدرجة حرارة الغرفة، عندي 3 ملاعق تاع الأكل معمرين سكر جلاس، وعندي ملعقة تاع الأكل شوكولا اللي تجي حلوة شوكولا نوفا، ودرت رشة تاع الملح وملعقة تاع لافاني. راح نضيف 3 ملاعق تاع الأكل زيت. فوالا نخلط كامل بالباتور بالخلاط الكهربائي، كما تقدروا تستعملوا يديكم عادي. ونضيف حبة تاع البيض اللي كما شفتوا راهي باينه في الصوره، نقصت منها كميه قليله من البياض، ما درتش الحبه تاع البيض كامله، نقصت منها شويه تاع البياض. نكمل نخلط ونضيف 4 ملاعق ولا 4 مغارف تاع الاكل مايزينا، وعندي ملعقه تاع الاكل كاكاو. هنا استعملوا الكاكاو اللي يكون مليح، دائما نقول لكم ما تستعملوش هذاك الكاكاو الاسود، هذاك راح يمدلكم مراره وتجي الحلوه تاعكم ما عندهاش كامل بنه. هنا ضفت نص باكي تاع خميره الحلويات للوزن 5 غرام. ونضيف الفارينه بشويه، نجمع حتى تحصلوا على العجينه تكون شويه طريه، باسكو راهي فيها لا مايزينا وفيها الكاكاو. هنا العجينه تاعي راهي واجده، كما قلت لكم خلوها شويه طريه، لو طون خلوها 10 15 دقيقه تريح راح تجي سوا. فوالا هنا راح نستعمل هذا الموتيف اللي شتو تاع شكل قلب، والطابع بيان سور اللي يجي معاه. هذا الموتيف هذا كاين بالسيليكون، ولكن انا نحب الحاجه تاع الشوكولا ولا غاتو سيك ولا اي صابلي، نحب يكون التزيين تاعو بالحاجه اللي فيها الشوكولا. ديت العجينه تاعي وراح نفتحها في ساشي ولا ورق خاص بالطبخ، نتوما اللي جاكم ساهل خدموا به. نفتح العجينه بسمك ما يكونش بزاف رقيق وما يكونش تاني خشين، باسكو راهي فيها خميره الحلويات. ومازال ثاني راح نلصقوها بكريمه الزبده، لا كريم او بور. فوالا كنت نجمع الطابع هذاك، نجيب الطابع ونقطع الحبيبات ونديرهم في البلاطو اللي يدخل للفرن. هنا مدة الطهي بلا ما نقول لكم كل وحده والفور تاعها، ولكن الصابلي توجور اللي فيه الكاكاو ما يسحقش، ما يديش طياب طويل، ما يديش وقت طويل في الطياب. فوالا واش حبيت نقول، غير تشوفوا الصابلي تاعكم بدا ينشف ودا هذيك التحميره الخفيفه من التحت، تما راح تنحوه. هنا بديت ندير الصابلي تاعي في البلاطو، وفي الوقت هذا بيان سور راني شعلت الفوغ تاعي باش يسخن، وندير الحلوه تاعنا للفوغ طيب.
فوالا هنا الكميه كامل بعد ما طابت كيما شفتوا. شوفوا الصابلي تاعي جا ما شاء الله، حبه ما جات معوجه وجا كامل كيف كيف. هنا شوفوا الكميه هذيك تاع حبه بيض، حتى ما درتهاش كامل كومبلي كيما شفتوا، نقصت لها شويه بياض بيض. الحبه هذيك خرجت لي 30 حبه تاع صابلي. فوالا شوفوا الله يبارك، خرجت كميه كبيره ما شاء الله. هنا نروحو نحضروا كريمه الزبده. هنا انايا كنت درت غير كميه قليله غير باش ندير لكم الصور هذوك، ولكن الكميه هي 150 غرام مارغرين. استعملت مارغرين اوبلين، وضفت 2 ملاعق تاع الاكل معمرين سكر كلاص، سكر ناعم، وضفت ملعقه تاع الاكل معمره تكون بيان بومبي تاع كريمه الشونتيي، بودره الشونتيي. وهنا ضفت ثاني 2 ملاعق تاع الاكل لا باتا بيستاش ولا عجينه الفستق. كيما شفتوا راني نطلع مليح بالباتور بالخلاط الكهربائي حتى نتحصلوا على كريمه تكون بزاف خفيفه طريه وملساء بيان سور، تكون بيان ليس. هنا بديت نلصق حبه كيما شفتوا. هنا شوفوا في الفيديو هذا راني لصقت غير حبيبات برك، غير باش ندير لكم الفيديو، ولكن في الاخير كي قعدوا برك يامات للعيد راح نلصقوا ونكمل كامل كلاصيه. درت لاكريم تاعي درتها في لابوش، وراني نلصق لي صابلي ونحي بيان سور كامل الزايد. هنا انا درت لاكريم او بور ولا كريمه الزبده درتها كامل، ولكن اللي حبت في الوسط دير الحشو تاع لا باتا بيستاش دير. انا هنايا صراحه كانت خلصت لي كيما شفتوا لابواط واش كاين راني درتو على هذيك اللي ما درتش في الوسط. مام هكذا جات بنه واش نقول لكم والله غير روعه وتذوب في الفم. بيان سور لازم تجربوا الوصفه هذه للعيد. نكمل لصق كامل لي صابلي تاوعي بلا كريم، وراح ندير بيان سور لي صابلي تاوعي نديرهم في الثلاجه غير باش تشد لنا لا كريم هكذا كي نكلاصيو الصابلي تاعنا بالشوكولا ما يتعوجناش ويجو كامل حبات بيان فيني. تقدروا تخلوهم شحال هو لكم ساعه ولا زوج، تقدري تخليهم تخدمي شغلك ومن بعد ترجعي ليهم. فوالا الكميه اللي درتها هو الاخرى خليتها من بعد راح نلصقها. هنا ديت كلاصاج تاع الشوكولا، الشوكولا بالحليب اللي ذوبتها في الحمام مائي بدون اي اضافه، وراني ندير كامل على هذاك لو موتيف ولا في المول هذا تاع الكريستال، وندير كامل الشوكولا. من بعد راح ندخلها للكونجيلاتور 5 دقائق تشد روحها ونحيهم. فوالا دوكا حنديها للكونجيلاتور ولا المجمد 5 دقائق ونحيهم. فوالا شوفوا الشكل هذا شحال رائع. كما قلت لكم هذا الشكل هذا كنت درته عندها شحال، وهو هذا الموتيف عندي كنت بارطاجيته معكم في الصور، ولكن العام هذا راهو رجع ولكن بالمول تاع السيليكون. وانا كيما قلت لكم انا فوق صابلي نحب ندير شوكولا، ما نحبش ندير لي مول بالسيليكون ابار ولا ما لقيتش هذا المول بيان سور. وانا هاد لي مول كانوا عندي شحال هادي عندهم سنين وهما عندي وخدمت بيهم ديجا بيان سور. دوك نروحو نوجدو الكلاصاج اللي نكلاصيو بيه لي صابلي تاوعنا. هنا ديت 200 غرام تاع الشوكولا بالحليب
بعد ما ذوبتها في الحمام مائي انا كنت ضفت لها كميه قليله، كميه قليله هكذا بتي مورسو تاع الشوكولا بلون، باسكو الشوكولا بالحليب كاين دي فوا وين تجي شويه رايحه للنوار. الوغ انا باش تجيني شويه كلير ضفت لهذيك 200 غرام تاع شوكولا بالحليب، ضفت لها قطعه صغيره قيس انوا هكذا، قيس حبه تاع الفرماج باغ اكزومبل ولا ميم با تاع شوكولا بلون، هكذا باش جاتني لا كولور رايحه كي شغل الشوكولا نوازيت. كي ذبت لي الشوكولا تاعي في الحمام مائي ولا في الميكرووند كيما حبيتو، ضفت لها من بعد 2 ملاعق تاع الاكل زيت، وراني نكلاصي بيان سور لي صابلي تاوعي كيما شفتو. مع دوك مازال الحل ما راهوش بزاف سخانه، الدقيقه راح تجمد لكم. فوالا نكلاصي ونحو كامل هذاك الزايد. وشوفوا في البلاطو انا توجور ندير لي ساشيات هذوك تاع الخبز ولا بابي كويسون، مي دو بريفيرونس ديروا خير ساشيه تاع الخبز. هكذا لي صابلي تاعكم ما يلصقولكمش في البلاطو. هنا جبنا هذوك لا ديكوراسيون تاع لي كور اللي درنا. شوفوا راني ندير لهم كميه تاع الشوكولا اللي درتها في لابوش، ندير كميه رقيقه نفوتها كامل ساير داير ونحطها فوق لي صابلي تاوعي بيان سور. نكمل كامل الحبيبات اللي عندي. فوالا انا بعد ما كملتهم كامل كتزيين خفيف هنا ديت الملمع الغذائي مع لو ليكي تاعو، خلطتهم وراني ندير بالبنسو الرقيق. فوالا كيما راهو واضح في الصورة. فوالا شوفوا شكلهم ديجا هكذا راهو شكلهم تحفة، تقدروا تخلوهم غير هكذا. انا نهار درتهم لاول مرة درتهم بهذا التزيين الخفيف، ما درت لهم حتى حاجة في الوسط. فوالا ديجا هكذا كيما قلت لكم شوفوا ما شاء الله راهي تشهي وشكلها تحفة. ما تكثروش البغيو اليمونتير ولا هذا الملمع الغذائي، ديروا غير حاجة خفيفة كيما راني ندير، فوتوا برك خفيف هكذا باش يمدلنا برك هذيك اللمعة لهذيك الصابلي. فوالا نكمل الكمية اللي عندي. من بعد انا كتزيين خفيف كان راح لي الفيديو هذاك والمقطع هذاك واش درت له، شوفوا ما شاء الله. درت كمية في البنسو هذاك رقيق، درت كمية تاع الغراء الغذائي في الوسط، او تقدروا ديروا مسحة خفيفة تاع الشوكولا، وزينت بورد المجفف اللي هو ورد الشوش، فتتو كامل ودرتو في الوسط وزاد له تحفة. انا عندي هذا التزيين روعة، خير من اللي ديروا له عقاش. من بعد هذاك العقاش راح تخسروا دراهم عليه، تشروه وديروه فوق الكاطو تاعكم من بعد راحوا ترموه، ولكن هكذا راح يكون صحي وغذائي. شوفوا ما شاء الله كي درناها في صحن التقديم بيان سور في الكيسات جات روعه. واش نقول لكم، ما تنساوش هذا الصابلي لازم تجربوه في هذا العيد، جربوه ورجعوا لي بالخبر بالبنه تاعو والخفه. شوفوا ما شاء الله يذوب في الفم، شاهدكم في الجنه.
وما تنسونيش ولا عجبكم هذا الفيديو هذه الوصفة تاع اليوم ما تنسونيش باللايك والبارطاج. بارطاجيو هذه الوصفة الرائعة اللي شكلها وبنة تحفة، بارطاجيوها مع الأصدقاء والعائلة ليستفاد الجميع من هذه الوصفة الرائعة. وما بقى لي غير نقول لكم نتلاقاو في الفيديو بروشان مع وصفة جديدة ان شاء الله، وصحة فطوركم.